بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. يا صباح الورد على عيونكم. اللي ما يعرفنيش، أنا مجدي منصور، الإعلامي خبير التنمية العقارية والمتخصص في شؤون مناطق غرب القاهرة للاستثمارات والامتدادات الجديدة اللي فتحها سيادة الرئيس زي ما قلنا من 2018. الفيديو اللي فات في أكتوبر الجديدة كنا وقفنا عند طلعة الكوبري ديت وطلعنا الكوبري وقلنا ان احنا لما بنطلع الكوبري بنعمل يوتيرن نرجع تاني ونبقى قدام الجهاز. النهارده عايز كده ادخل بيكم في منطقه في اكتوبر الجديده، هي منطقه ساكنه بالفعل وحواليها في سكن وفي مشاريع جديده طالعه، مشاريع مميزه جدا ومنطقه مميزه جدا. فيلا بينا تعالوا نخش المنطقه ونبص بصه سريعه عليها ونشوف يا ترى المنطقه ديت هي ازاي بتميز اكتوبر الجديده او زهراء اكتوبر الجديده، وايه هي المميزات اللي موجوده فيها. دي منطقه ال 800 فدان، وزي ما حضراتكم شايفين كده احنا داخلين على شوارع رئيسيه على طول. الشوارع الرئيسيه بتاعتها كبيره جدا وواسعه، تقريبا حجم السكن في ال 800 فدان وصل لاكتر من 80%، فبقت في نسبه اشغال قويه جدا في المنطقه. بيميز ال 800 فدان ان جت جنبيها شركه من اكبر البراندات اللي موجوده في مصر تقريبا، اللي هو بادية بالم هيلز، وخدت تقريبا 3000 فدان بالمشاركه مع الدوله علشان تعملهم مجتمع سكني متكامل. عشان كده المنطقه هنا بقت تبقى في مستوى تاني ومستوى اعلى كتير، ان وجود بادية رفع من قيمه المنطقه ورفع من قيمه المشروع هنا بشكل قوي. طبعا المشروع هنا فيه مدارس وفي نادي وفي خدمات كاملة تقريبا، فعشان كده سكان زهراء اكتوبر الجديدة او مشروع 800 فدان يعتبروا هم اول ناس تقريبا بيسكنوا او من اوائل الناس اللي بيسكنوا في اكتوبر الجديدة وبيعمروا اكتوبر الجديدة. في كل التحية ليهم، كل التحية للجهاز على الاعمال وعلى الشغل اللي حاصل هنا في المنطقة. هنبدأ نشوف دلوقتي في لفتنا ان قد ايه بدأ كمان يكون في اهتمام بالمشاريع التجارية. في مشاريع تجارية كبيرة موجودة في منطقة ال 800 فدان مع طبعا الأحياء. تعالوا نخش نبص بصة كمان على الأحياء اهي. دي المباني بتاعت الأحياء اللي موجودة في أكتوبر الجديدة. دي تنفيذ الأعمال اللي موجودة في الأحياء بتاعت بادية. وهي في مقابل على طول المشروع بتاع 800 فدان، يعني في مقابل الناس اللي ساكنة على طول في قطاعات ساكنة في وش المباني بتاعت الأحياء. حفر المشاريع التجارية اللي هتبقى موجودة كمان على أول الطرق الرئيسية. وميادين واسعة والوضع ما شاء الله يعني مريح جدا للسكن يعني. الشوارع الرئيسية كبيرة جدا وواسعة جدا، حارات واسعة تسمح بمرور أكتر من 4 عربيات أو 5 عربيات جنب بعض. دي مباني الأحياء أهو، التنفيذ بتاع المباني والمشاريع التجارية بتاعتها داخل الأحياء. بيظهر قدامنا بدايات مشروع بادية بالم هيلز. عشان زي ما بدأنا الفيديو نقول إن المنطقة هنا هي من أميز المناطق العقارية اللي متواجدة في أكتوبر الجديدة، وهي بدايات أكتوبر الجديدة أو أول منطقة سكنية عمرانية دخلها براند نيم ومشروع كبير زي بادية بالم هيلز. فأكيد أكيد في هدف من ده، وأكيد الدولة حاطة اللوكيشن ده والمنطقة ديت في وضع تاني، وأتوقع أن هيكون في براند نيم تاني موجود في المناطق دي في الفترة اللي جاية. وأتوقع أن مستقبل الجزء بتاع زهراء أكتوبر الجديدة كبدايات لمنطقة أكتوبر الجديدة هو إن شاء الله هيكون مستقبل عالي جدا جدا. وبكده يبقى وصلنا لكم قد إيه إن ممكن النهاردة في أكتوبر الجديدة يكون
المكان مستقبل عالي، مستقبل قوي، مستقبل ناجح. وبصينا بصة سريعة على أول جزء في أكتوبر الجديدة، زهراء أكتوبر الجديدة، 800 فدان، الأحياء، بادية بالم هيلز، عشان ننهي الفيديو دوت واحنا بنقول كلنا أمل وكلنا تفاؤل إن شاء الله بإذن الله أكتوبر الجديدة مستقبلها رائع جدا جدا. كل توقعنا ليها من 7-8 سنين إن شاء الله بإذن الله هو كان توقع صحيح. وكل مكان احنا بنتوقع الاستثمار فيه في غرب القاهرة بفضل الله بيكون توقع صحيح. بنتميز بان عندنا اللوكيشن دايما بتاعة غرب القاهرة قريبة من كل الخدمات، قريبة من المميزات بتاعة الدولة كاملة. اسعارنا بالمقارنة بشرق القاهرة هي اسعار اقل بكتير، عشان كده المستثمر او اللي بيدور يسكن ممكن كتير بيدور يسكن في غرب القاهرة علشان الاسعار بتاعتنا بالمنافسة زي ما قلنا او بالمقارنة هي تفوز. كنت معاكم مجدي منصور، صباح الفل على عيونكم، نهاركم كله رزق ان شاء الله. السلام عليكم.